ناس كتير بيعيشوا حالة من الثبات الإدراكي لأنهم بيتبعوا بشكل أعمى المعايير المرتبطة بهويتهم اللي ممكن إنها تكون بتعمل ضدهم في الأساس، زي اعتقادك بأنك واحد ما بيعرفش يحدد اتجاهاته، بمعنى أدق ما بيعرفش منين بيودي على فين، أو إنك مش من الناس اللي بيجيدوا العمل في الصباح، أو إنك ما بتفتكرش أسماء الأشخاص، أو إنك دائما متأخر، أو إنك ما بتعرفش تتعامل مع التطور التكنولوجي وغيرها من الأفكار. والخلاصة انك لما تكرر قصة لنفسك لسنين ساعتها بيكون سهل عليك انك تغرق في القصة دي وتستقبلها كحقيقة واقعية، ومع الوقت هتبدأ تعارض اي فكر عكس اللي انت مقتنع بيه حتى لو كان اللي انت مقتنع بيه مش صح. وكل ما زاد عمق ارتباطك بالفكرة او بالفعل المكون لهويتك هيكون من الصعب انك تغيرها، والحالة دي معروفة باسم صراع الهوية. وعلى فكرة ممكن ان العادة اللي عايز تغيرها هي نفسها تكون عادة حسنة، ولكنك هتغيرها للأحسن، فهنا جزئية ان العادة القديمة حسنة والعادة اللي عايز تكونها حسنة ممكن انها تخليك تفشل في وضع هويتك الجديدة اللي انت عايز تكونها موضع التنفيذ.